شاب فقد حياته في النيل وفضلوا يدوروا عليه 3 أيام متواصلة، واللي عرف مكانه الكلب بتاعه. تعال اقول لك على القصه. معروف عن كابتن اسمه مصطفى كساب كان بينقذ الناس، وواحد تاني معاه اسم الشهره بتاعه الدولار. كابتن مصطفى وكابتن دولار عرفوا ان في بلاغ لشاب اختفى في نهر النيل، وطلعت فرق انقاذ بحري علشان تدور عليه، وفعلا دوروا عليه لمده 3 ايام متواصله، وعملوا كل الجهود اللي ممكن يعملوها. بس للاسف بعد 3 ايام من البحث المستمر ما لاقوش اي حاجه عن الجثمان بتاعه، وتقريبا كانوا شبه فقدوا الامل لحد ما اهله كان عندهم امل انه يحصل حاجه جديده. وفعلا كابتن مصطفى كساب وكابتن دولار راحوا للمكان علشان يشوفوا ايه اللي حصل بالظبط، وهناك لقوا الكلب بتاع الشاب اللي فقد حياته في النيل. الكلب ده كان مربوط هناك حزين لدرجه ان هو كان تقريبا بيعيط، وهسمعك صوته وهو بيبكي. كابتن مصطفى بدأ يقرب على الكلب ويطبطب عليه، والكلب كأنه بيترجاه انه يلاقي صاحبه اللي مش لاقيه بقالهم اكتر من 3 ايام. وفي بعض الناس شافت الكلب هناك وهم بيقولوا انه قعد 48 ساعة هو كمان يدور عليه جوه النيل، يعني الكلب بيدور على صاحبه بس محدش فاهم ايه اللي بيحصل. وفعلا كابتن مصطفى كساب بدأ يقول للكلب انا هحاول الاقيهولك، ويطمنه على انه فعلا ممكن يلاقي صاحبه. بس اللي حصل هنا ان كابتن مصطفى حس ان الكلب عايز يقول له حاجة، وقال للناس هناك فكوه وسموه. الناس قعدوا يحذروه يقولوا له الكلب ده هيمشي وهيجري لانه محدش عارف يسيطر عليه غير صاحبه اللي فقده. قال لهم ما تقلقوش سيبوا الكلب. وفعلا فكوا الكلب، وفي وقتها لقوا الكلب رايح على الميه وفضل يعوم حوالين منطقه معينه وحوالين قارب معين، وفضل يلف حوالين المكان ده لدرجه ان هو كانه بيقول لهم انزلوا المكان ده وهتلاقوه. وفعلا فضلوا ماشيين وراه لحد ما نزلوا نفس المكان اللي الكلب كان بيدور ويلف حواليه، وبدات من هنا المغامره. كابتن دولار هو اللي نزل تحت الميه علشان يبدا يدور، وحبل الاشاره كان موجود في ايد كابتن مصطفى كساب. لحد هنا هاجي واقف واقول هو ليه قبل كل صيف بيبقى في تحذيرات كتير، وناس كتير جدا بتفضل تتكلم على انه ما ينفعش ننزل الميه لو في موج عالي، او لو ما بتعرفش تعوم، او لو في اي علامات تحذيريه سواء في البحر او في النيل. بيحصل كل يوم والتاني حالات زي كده كتير، وناس كتير بتفضل تحذر. وياما اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا انه ما ينفعش تخلي حد نفسه مكسوره عليك، لانك دايما حياتك غاليه، واهلك اكيد غاليين عليك، وانت كمان غالي عليهم. فليه تعمل فيهم كده؟ وليه تخليهم يوصلوا لمرحله انهم في يوم من الايام يفقدوك وانت اغلى حاجه عندهم؟ قلنا انه دايما لازم يبقى عندنا وعي كافي امتى ننزل الميه وامتى ما ننزلش، وحتى لو مش هننزل خالص مفيش مشكله، بس المهم ان احنا نخلي بالنا كويس قوي على حياتنا. ونرجع تاني نكمل القصه. كابتن دولار فعلا نزل تحت الميه، وكابتن مصطفى كان واقف ماسك حبل الاشاره. في حوالي ربع ساعه تقريبا لقوا الجثمان بتاع الشاب ده، والكلب هو اللي دلهم على مكانه. وهنا قد ايه نعرف وفاء الكلاب، وان الكلب ده قدر يعرفهم المكان، وطبعا بمساعده كابتن مصطفى كساب وكابتن دولار اللي بجد ربنا يبارك لهم على اللي هم عملوه، ومساعده فرق الانقاذ اللي حاولت اكتر من مره عملت كل اللي عليها. تم الامساك بالجثمان بتاع الشاب ده وطلعوه لاهله عشان يريحوا قلوبهم لما يلاقوا جثمان ابنهم. ربنا يعزيهم طبعا. نرجع تاني ونقول لازم نخلي بالنا من نفسنا، وربنا يستر على اي حد بينزل الميه في اي وقت. انا عادل مجدي، شير كتير جدا للفيديو ده عشان مهم جدا ان احنا ننشر الفيديوهات اللي زي دي. ومستني رايك، هل انت بتنزل الميه لما تلاقي الموج عالي او لما تلاقي نفسك مش قادر تعوم، ولا بتفكر بدل المره 1000 عشان حياتك غاليه عليك وغاليه على اهلك؟